السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وفي اسعد حال دايما. ربنا يفك كربنا وكربكم وكرب المسلمين في كل مكان، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. معاكم اختكم جنة رمضان مطبخ اكل بيت وحلويات. جاي اعمل معاك النهارده ان شاء الله حاجة مفيدة جدا باذن الله. يا رب اقدر اوصل لكم معلومة حتى لو بسيطة جدا، يا رب تستفادوا بيها. النهارده ان شاء الله الوصفه بتاعتنا بسيطه جدا لكنها مفيده جدا ان شاء الله. زي ما احنا شايفين معايا قشور رمان كده جافه اهي، انا بجففه اهو. طيب طحنت القشور ديت، خدت منها معلقه كبيره مثلا وليكن المقدار انت عايز تعمليه اعمليه. ومعايا هنا معلقه من زيت الصبار اللي هو الالوفيرا. الوصفه دي علشان خاطر الناس اللي بتشتكي من تساقط الشعر بطريقه جامده وقشر الشعر كمان. طبعا احنا معروف ان الشتاء بتجفف الجلد، تخلي اغلبيتنا في دماغهم في قشره. طب احنا عملنا حاجه بسيطه النهارده ان شاء الله من قشور الرمان المفيده دي جدا علشان خاطر القشره وعشان خاطر عدم تساقط الشعر تاني. اهو هنا الزيت اللي احنا نختاره اللي بيجي عليه شعرك حطيه، يعني الزيت اللي شعرك بيجي عليه هو اللي هتحطيه ان شاء الله، مش حاجه معينه. وهنا القشور احنا طبعا غسلينها ومجففينها وطحنتها، هحطها كده الزيت على القشور اهي. هعمل منها عجينه كده بسم الله. هنقلبها كده حبايبي بسم الله اهي. طبعا انت ممكن تسيبيها بس 5 دقايق 10 دقايق كده علشان تتشرب الزيت ده وتبقى عجينه كده. طيب بعد ما هنعملها عجينه اللي يحصل ان احنا ان شاء الله هندهن بيها دماغنا كلها، شعرنا يعني كله من فروه الراس من اولها لاخرها. تدلكي دماغك كويس وهتسيبيها ان شاء الله من بالليل لغايه الصبح. وبعد كده هتقوم الصبح باذن الله هتغسلي شعرك بالشامبو اللي شعرك برضو بيجي عليه اللي انت بتستخدميه كويس لشعرك بس، وهتكرريها ان شاء الله كده يوميا. مع الوقت باذن الله كده مش هتلقي ولا قشره في شعرك ولا تساقط في شعرك تاني، لان الرمان فوائده كتيره جدا جدا، وانا مصوره بيه كذا حاجه وقلنا فوائده كتير كل مره. فالوصفه هي بسيطه ما فيهاش اي حاجه ومش مكلفه. لسه الرمان موجود ونقدر ان احنا نخزن القشور بتاعته نجففها ونستخدمها ان شاء الله. يا رب تكون المقادير النهارده نالت اعجابكم، اكون قلت رضاكم. متنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، فضلا منكم وليس امرا. دعمونا جزاكم الله عنا كل خير علشان قناه البسيطه المتواضعه بتاعتي تكبر وتنتشر، اقدر اجيلكم بكل مفيد وبسيط. انا اتبسطت معاكم اختكم جنة رضوان، يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا ويكون خفيف على قلبكم ان شاء الله. نكلمنا اجل ونصيب، نتقابل مع بعضينا فيديو تاني جديد وبسيط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.